ان خلص الفول انا مش مسؤول بجد. النهارده شويه فول ملهمش حل. بجد السنه دي الفول طعمه فظيع ولونه وقوامه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. هنعمل شويه فول زبده زبده يا بنات. وبصوا بمقادير بسيطه وسهله ومفيش اي حاجه ولا قدره ولا كلام من ده. ان شاء الله في الحله هنعمل شويه فول ملهمش حل. كل سنه وكلكم طيبين. رمضان كريم عليكم. واول سحور ان شاء الله هنعمل الفول زي ما بيقول الكتاب. بصوا في الحله بقى وان شاء الله كده ايه. اعملي بقى كمية كده وعينيها وخزنيها. وطبعا في الغلا اللي احنا فيه ده بجد يعني لنا الله بجد والله العظيم يا بنات. في كل حاجة غالية ويعني ربنا يا رب ان شاء الله. طبعا مش هيسيبنا ربنا مش بيسيبنا ابدا وهيبعت لكل واحد رزقه ان شاء الله. بس يعني الغلا اللي احنا فيه خلانا ان احنا نفكر ان احنا ندبر في البيت ولو ما بنعملش الفول وبنكسل ونشتري من بره لا هنعمله. وهنعمل اكياس جميلة كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وهنخزنه وطبعا دول ب35 جنيه او ب30 جنيه. عملنا كمية حلوة جدا جدا من الفول. هنخزنها ان شاء الله طول رمضان. هناكل ان شاء الله فول من صنع ايديكي. احلى فول ان شاء الله تاكليه من صنع ايديكي. بصوا مش هقول لكم زي بره باذن الله احلى كمان من بره. يلا بينا على طول نبدا ونشوف عملنا ايه. اول حاجه طبعا عندي الفول ده فول بلدي يا بنات فول بلدي. الحبه بتاعته حبه صغيره مش كبيره. بس هي كبرت عشان خاطر انقعها. نقعته بعد طبعا ما جبته. طبعا اول حاجه بتعمليها لما بتشتري الفول بتنقيه كويس جدا جدا. عشان لو في سوسه في حبايه مكسوره بتشيليها تمام. وبعدين بنمسكه نغسله كويس جدا جدا. وبعدين بننقعه تمام. هننقعه قد ايه هننقعه من بالليل للصبح. حوالي كده 15 ساعة وكل شوية يا بنات حوالي كل ساعتين كده بنغير عليه المية. عشان يبقى معانا زي الفل وجميل ويطلع كل الغازات اللي فيه. عشان ما يتعبش المعدة عندنا ويبقى معانا فول صحي وطعمه كمان جميل جدا. طبعا نفس المعاملة للفول المدشوش. غسلته كويس جدا ونقعته برضو. اخدت منه حوالي كوباية ونص كوباية من العدس. غسلتها كويس جدا برضو. حطيت عليه كوباية من الفول المدشوش المنقوع. ونص كوباية من العدس تمام. وعندنا كمان ليمونة. احنا هنقطع الليمونة وهنعصرها بحالها. هنعصرها زي ما هي قصدي. لو عايزة تحطي الليمونة بحالها طبعا هتقشري القشرة عشان ما يمررش معاكي. لكن لما بتعصري الليمونة كده بيديكي نتيجة احسن بكتير في الفول. بتضمني ان هو ان شاء الله يبقى فاتح معاكي وحلو جدا زي ما شفتي معايا في اول الفيديو. ان شاء الله النهارده هنعمل شويه فول بجد ملهمش حل. بجد السنه دي الفول مختلف خالص طعمه تحفه جدا يا بنات. وان شاء الله جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. بعد بقى طبعا ما نقعنا الفول حوالي 15 ساعة. غسلته كويس جدا جدا وصفيته. وحطيت عليه الفول المدشوش وحطيت عليه العدس زي ما قلت لكم المغسول. وحطيته على نار شمعة زي ما انتم شايفين كده. وبدأت ان انا احط عليه مية بتغلي من الكتل زي ما انتم شايفين. هنحط قد ايه مية على الكيلو. هنحط انا حطيت كتل مليان وحطيت نص. يعني الكتل بيبقى حوالي رتلين. هتحطي عليهم 3 رتال من المية. تمام. هنعمل ايه هنسيبه بقى على النار. من غير ما نغطيه لحد ما يغلي معانا اول قلبة كده يا بنات. هنبدأ بقى اول قلبة دي هنشيل الريم كله. كل الفقاقيع والريم شايفين الفقاقيع اللي بتطلع دي. هي دي الغازات يا بنات اللي بتبقى في الفول. عشان كده بقول لكم واحنا بننقعه لازم نغير المية عليه. عشان الفول معانا يبقى صحي وجميل. هنشيل بقى كل الريم ده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. عشان الفول ما يعملش معانا طبقة غامقة من فوق. لازم نعمل كده بالظبط زي ما انتم شايفين. هنشيل الريم كله. وبعدين بقى هنبدأ نعمل ايه هنغطي عليه. هنغطي على الحلة ونسيبها بقى. انا بالظبط علقت عليه حوالي الساعة واحدة. تمام. جيت افتح عليه حوالي ساعة 3 بالظبط. هتشوفوا معايا بالشكل اللي هتشوفوه ده. انا غطيته كده زي ما انتم شايفين في الحلة وحطيت عليه تقل. حطيت عليه حلة تانية. وسبته بقى كده على النار الهادية دي. هتسيبيه بقى مش هيتعبك في حاجة. هتشتغلي بقى وتشوفي حياتك في البيت وتنظفي بيتك وتظبطي حالك. وترجعي كل شوية تبصي عليه. بعد 3 ساعات بالظبط بصيت عليه. وهنفتح مع بعض ونشوف الأخبار ايه. تعالوا كده نفتح على الفول ونشوف أخباره ايه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يا بنات. الفول ما شاء الله لونه تحفة. فاتح مش غامق ولا حاجة ولا عليه طبقات. ولا عليه طبقة غامقة ولا أي حاجة. شايفين ما شاء الله. كده لسه بقى ايه مستواش.
لسه هيبدأ معايا في السوا. تمام، هغطي عليه تاني وهسيبه لمدة برضو 3 ساعات. الفول اخد معايا حوالي 6 7 ساعات. تمام يا بنات، وبقى معايا بسم الله ما شاء الله حاجة تحفة. هنغطي بقى عليه. شايفين الفولة جميلة ازاي، والمية ما شاء الله نضيفة. غطيت عليه تاني، وبرضو هحط الحلة التقل، وبعدين هنسيبه برضو 3 ساعات. بعد بقى ال6 ساعات بالظبط يا بنات، تعالوا شوفوا بقى الفول الجميل بسم الله ما شاء الله. هو كده ناقص له ساعة، يعني دي بعد 3 ساعات تانيين. اول مرة فتحنا مع بعض 3 ساعات، وتاني مرة دي برضو بعد 3 ساعات، يعني 6 ساعات. عملت له تجربة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ال6 ساعات لقيته برضو محتاج يقعد كده حوالي ساعة كمان. قعدته ساعة، يعني الفول بتاعي اخد معايا 7 ساعات بالظبط. وبقى بسم الله ما شاء الله زي الفل، زي ما هتشوفوا معايا بقى بعد ما برد خالص. تعالوا نشوفوا بقى شكله ايه. ده بقى الفول يا بنات، والله العظيم مش حاطه فيه اي حاجه. ده اللون الطبيعي بتاعه. شايفين ما شاء الله فاتح ازاي وجميل تحفه. انا بس عملت حركه، اديت له كده ضربه بس صغيره بالهاند بلندر. زي ما انتم شايفين كده بقى فيه حبه مهروسين، وحبه كده بحالهم. تمام، وكده الفول معايا جاهز جدا للاكل. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. بصوا مش هتفرقوه عن بره، وكمان والله العظيم اطعم بكتير جدا من بره. ايه رأيكم بقى في شوية الفول بتوع السنة دي؟ بجد ملهمش حل. ان شاء الله بإذن الله هتجربيه، وبإذن الله تعتمديه. طريقة سهلة جدا وبسيطة، مفيهاش تعقيد، مفيش قدرة في الحلة، وهنعمل احلى فول ان شاء الله. طبعا يا بنات زي ما انتوا عارفين وزي ما قلت لكم، الاسعار بقت فظيعة على كل حاجة. يعني الحاجات حتى البسيطة جدا اللي احنا بنجيبها، الفول والطعمية، الحاجات برضو بقى اسعارها غالية. فعلى قد ما نقدر ان شاء الله هنحاول نعمل كل الحاجات اللي نقدر نعملها في البيت، نعملها ونوفر ونظبط ان شاء الله، وربنا ييسر لنا الخير كلنا. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، الفوله بتتهرس معايا. حتى القشره بتاعتها بسم الله ما شاء الله دايبه دوب. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. انا حاطه الفول في الطبق من غير اي اضافات، من غير طحينه، من غير اي حاجه. حطيت بس شويه زيت عليه، وانتوا بقى تحطوا زي ما انتوا عايزين اضافات. هنحطه في اكياس زي ما انتوا شايفين كده، وهنقسمه بقى حسب الاكله بتاعتكم، وحسب المقدار اللي انتوا بتجيبوه. هتقسموا الاكياس بتاعتكم. طبعا انت بتبقي فاهمه وعارفه البيت بياكل قد ايه، تعملي على قده بالظبط. طبعا بقى انا سايبه لك الطريقه انت تعمليها، تعمليه بالطحينه، تعمليه بالطماطم والثوم، تعمليه بزيت الحار، تعمليه بزيت الزيتون، زي ما انت حابه وزي ما بيتك بيحب تعمليه. تمام، انا بس اديتك البيزك، وانت بقى العبي بقى في الفول براحتك زي ما انت عايزه. اعمليه بالبيض، في افكار كتير جدا لعمل الفول، كلها جميله وحسب برضو ما البيت بيحب. كده خلاص نهايه الفيديو. كان معانا النهارده طريقه الفول. كل سنه وكلكم طيبين، واول سحور ان شاء الله النهارده. هنسحر مع بعض من الفول بتاع عمايل ايدينا. ويا رب ان شاء الله يكون طريقه الفول عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم كمان، وتقولوا لي في التعليقات رايكم ايه. وكل سنه وكلكم طيبين، واشوفكم على خير ومع الف سلامه. باي باي.